بمسجد الشهداء خيم جو من الحزن والأسى على فقدان الراحل عبد الله باها. رفاق الأمس حضروا لتشييع جنازة رجل أجمعوا على تواضعه وحصافة رأيه. افتقدنا رجل وديع بشوش متأني مفكر يدافع باستماتة عن المقدسات الوطنية ورموز الوطن، محاور جيد ينصت للآخر بإمعان كبير ويحترم آراءه. يعني كان من أطيب الناس، ما عمره في ما كانت شي مشكل ولا أي شيء، دائما كيشوف كيفاش يخرج منه يعني بطريقة سلسة ولينة، وكيحترموا الجميع، كل شيء كيحترموا في الحكومة وكل شيء. ودائما الكلمة ديال السباها كانت دائما هي الفصيلة في عدة مواضيع. السباها الله يرحمه رجل كنعرفوه رجل اعتدال، رجل انفتاح، رجل التوافق، ما عرفنا فيه غير الخير، ولمسنا فيه دائما الانفتاح ومحاولة تقريب الآراء. سعد باها الله يرحمه كان رجل التوافقات، رجل صديق، رجل هادي، رجل موجود دائما بفتاويه في كل المشاكل الصعبة. عرفنا فيه الأخ الذي يعني الأخ، وعرفنا فيه الأب، وعرفنا فيه المعلم، وعرفنا فيه الناصح، وعرفنا فيه الحكيم، وعرفنا فيه الرجل الذي يحب وطنه، يحب ثوابت هذا البلد. كان قليل الكلام ولكنه في نفس الوقت كان يقول كلاما موزونا وكلاما يسمع إليه الكثير، نظرا لتجربته، نظرا لرزانته، نظرا لحكمته. الرجل ديال الثبات، الرجل ديال المبادئ، الرجل ديال الابتسامة، الرجل ديال الموافقات، الرجل ديال الإصلاح، الرجل ديال التجديد، الرجل الذي كان دائما حاضرا، الرجل الذي كان دائما ينصت، الرجل الذي كان دائما يؤطر. هو رجل دولة باقتدار وامتياز، كان له حضور قوي في الساحة الوطنية سياسيا وحزبيا وإداريا. رجل توازنات، موضوعي في عمله وفي تعامله مع المواضيع، وذي حس وطني عميق. الحس الوطني الصادق للفقيد عبد الله باها رحمه الله حشد جموعا تكن له الاحترام والتقدير. المرحوم باها كان رجل دولة بامتياز، وكان رجل توافقات، يمكن أكيد أنه رجل وطني بامتياز. وكذلك الشعب المغربي فقد أحد الناس المتبصرين والذين يتجهون صوب تأصيل الحوار بين مختلف المكونات الوطنية. رجل يتكلم قليلا ويستمع كثيرا، يغلبك بأدبه، بحسن خلقه، بحسن استماعه لك. لا يسعنا الآن إلا أن نترحم عليه ونسأل الله عز وجل له المغفرة. أعتبر أنه كان رجل يتحلى بأخلاق نبيلة، وكان صديق الجميع معارضة وأغلبية، وأعتبر بأنه كان رجل الاعتدال ورجل الجدية. يعتبر برجالات المغرب النظفاء، رجل طيب، رجل خلوق، رجل يتكلم في الوقت الذي يجب أن يتكلم فيه، رجل يستقبل الجميع، يسمع للجميع، ينصح الجميع بكل ما هو يخدم المصلحة الوطنية. رجل يجمع ولا يفرق، رجل مستقيم، ورجل كان في خدمة بلاده وخدمة الثوابت الأساسية في هذا البلاد. كان أبا روحيا، وكان ملهما، وكان أستاذا، كل يشهد بأخلاقه واعتداله ورزانته. كان رجلا يكره الصراع ويدعو إلى المحبة، وكان رجلا حكيما ورجلا صبورا ورجل التضحيات. فقدنا رجلا حكيما، والمشهد السياسي فقد رجلا متبصرا ومتواضعا خلوقا. خسارته هي خسارة للجميع، لرفاقه ولإخوانه وأخواته في الحزب، ولكن لكل الفاعلين ولكل المشهد السياسي الذين يقدرون حجم هذا الفقدان. أعتقد أن يعوض رجل بحجم عبد الله باها ليس أمرا سهلا، لذلك نتمنى له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان. شهادات أبانت مكنون الفقيد ومعاملاته، بها سيقترن اسمه في الذاكرة الوطنية.
أسكن الله الفقيد فسيح جنانه.